لو بصيت دلوقتي على أي فيديو بتشوفه على اليوتيوب أو ريلز على الانستجرام أو إعلان لشركة معينة، هتلاقي حاجة واحدة بس مشترك ما بين التلات حاجات دول، ألا وهي إن في شخص قاعد على البي سي أو اللابتوب بيعمل مونتاج للفيديوز دي. الناس دي مش بتاخد فلوس بس، دي بقت مهنة كاملة، وناس كتير بقى شغلها الأساسي هو المونتاج. النهارده إن شاء الله أعلمك المونتاج من الصفر للاحتراف، وده فيديو تمهيدي لكورس بالكامل مجانا تماما لاحتراف المونتاج من الصفر للاحتراف على ادوبي بريمير برو. طيب يا مصطفى، ليه بريمير برو من كل البرامج اللي موجوده؟ بص، في برامج كتير للمونتاج، منها كاب كات، منها فاينل كات، في برضه دافينجي ريسولف، وفي برضه افتر افكتس، وده اشهر برنامج للموشن جرافيك عامه. هو في الحقيقه كل برنامج ليه ناسه وليه مكانه وليه الشغل بتاعه، بس احنا اخترنا ليه ادوبي بريمير برو. اول حاجه لو بصيت على اعلان لاي شركه او اي شخص محتاج مونتير، هتلاقيه طالب في متطلبات الوظيفه اللي هو طالبها ان الشخص ده يكون محترف بريمير برو. فهتلاقي اغلب او 90% من الوظائف المطلوبه للمونترين هتلاقي في المتطلبات بتاعتها ان الشخص ده يكون محترف ادوبي بريمير برو. وكمان حاجه اضافيه ان ادوبي بريمير برو بيتكامل بسهوله مع كل برامج ادوبي التانيه زي فوتوشوب وزي افتر افكتس، وده بيوسع لك مجال شغلك اكتر بعدين لو حبيت تتوسع اكتر. الكورس هيكون عباره عن 4 مراحل متكاملين. اول مرحله هنتعلم فيها الاساسيات، واجهه البرنامج، ازاي ان انت تقطع الفيديو وتقصقصه وتشيل السكتات اللي فيه وترتب الفيديوز على التايم لاين، او ترتب الفيديوز لو انت حابب تحط فيديو في الاول فيديو في الثاني براحتك. في نهايه المرحله دي ان شاء الله هتكون صدرت اول فيديو مونتاج كامل بايدك من الصفر. طيب المرحله الثانيه ان شاء الله هتكون عباره عن ايه؟ المرحله الثانيه شويه بهارات كده او مهارات بسيطه نبدا نطبقها على الفيديوز بتاعتنا، زي مثلا ان احنا نحسن الصوت اللي موجود في الفيديو، سواء صوت بشري او صوت ميوزك او اي صوت عامه موجود في الفيديو بتاعنا. تاني حاجه هنتعلم الترانزيشن او الانتقالات ما بين الفيديوز، ودي ان شاء الله نعرفها بالكامل في الفيديوز الجايه باذن الله يعني. هنتعلم برضو تصحيح الالوان او الكالر كوريكشن، وازاي اهم حاجه برضو ان احنا نكتب كتابه على الفيديو. المرحله الثالثه ودي اهم مرحله، والمرحله دي هنتعلم فيها حاجات هتحولك حرفيا من شخص بيجنر لشخص بروفيشنال، او من شخص مبتدئ لشخص محترف في المونتاج. طيب هتتعلم فيها ايه؟ اول حاجه ان انت هتتعلم ازاي تعمل كولر جريدنج للفيديو، ازاي ان انت تلون الفيديو، تظبط الكولرنج بتاع الفيديو بتاعك. وهنتكلم عن الماسكينج والتراكنج والكاميرات المتعدده وازاي ان انت تستخدمها في الفيديوز بتاعتك. بعد المرحله دي او في نهايه المرحله دي شغلك ان شاء الله زي ما قلت لك هيبدا من شخص مبتدئ او هاوي لشخص بروفيشنال في الايديتنج، وازاي ان هو يبدا فعليا يشتغل في المونتاج. المرحله الرابعه والاخيره الا وهي اهم مرحله، ازاي ان انت تبدا فعليا في شغل المونتاج وان انت تلاقي اول عميل، وكمان اعلمك ازاي تعمل البورتفوليو بتاعك وازاي تنظمه عشان يجيب لك اول عميل. بمعنى صح، ازاي تشتغل اول فيديو مونتاج ليك منين وفين وامتى. فالكورس ده يكون كامل متكامل، انا عامله فري تماما يعني. باختصار لو انت تابعت الكورس معايا وطبقت كل اللي انا بقوله كنت ملتزم معايا، ان شاء الله في نهايه الكورس ده زي ما قلت لك هتبقى مونتير حرفيا محترف، ويكون عندك بورتفوليو فيه اعمال قادر ان انت تعرضها على اي عميل، وان شاء الله تجيب اول شغل ليك. فبس ده كان فيديو تقديمي ليا بعرض لك الحاجات اللي ان شاء الله انا عارضها في الكورس كامل عشان يكون عندك البلان كلها. فبس ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.